بسم الله. نبدأ طبعا اول حاجة هنحمل بيبي. بسم الله. عملناها في الاسبوع هي تبييتة النونو. التبييتة هي عبارة عن حط فول وحمينا البيبي زي ما انتوا شفتوا، خدنا المية بتاعة الحموم وحطيناها على الفول، وهقول لكم لسه هنحط فيه ايه. دي كده اول حاجة عملنا. بعد كده عملنا السبع حبات اللي هما بنرشهم ورا النونو وام النونو. يعني بصوا بيبقوا عبارة عن اي 7 حبات، بس الاساسي فيهم الملح وفول وفي فاصوليا بيضة وفي عندنا ايه تاني، لوبيا، وعندنا كمان عدس زي ما انتوا شايفين كده. كده خلصنا اول حاجتين في عمايل الاسبوع. هنا بقى بنعمل مرحله الفشار. اول حاجه هنبدا بيها حطينا زيت وحطينا الملح، وهنبدا ننزل بالفشار بتاعنا. بسم الله. طبعا مازال الفشار بنعمل فيه ان هو طبعا كميات كبيره، احنا عملنا حلتين 3. نبدا بقى ايه نكمل كده. هنا بقى كنا بنحط القروش، كل واحد بقى يحط الايه. تعالوا يلا عشان تحطوا القروش. يلا يا حوده، يلا يا لولا، حطي ميلو، حطي. يلا خدي دول كمان شطوره. 2. يلا يا يوكا، يلا ملوكه كمان شطوره. ما زلنا مستمرين في عمايل. طب خلاص يا لولا. هنا بقى ايه عندنا الحمص، بس احنا ايه ما فتحناش كل الاكياس لان في عندنا تاني اكياس مقفوله زي كده، بس قلنا ايه عشان دي كميه كبيره قوي في قلب الحله، اما نخلص نفتح اكياس تانية. برضو عندنا الفول السوداني طبعا، وده خروب احنا بيتجاب كده قطعه واحده واحنا قطعناه ايه على 3 قطع. عندنا بقى ايه توفي او اي بونبوني، يعني ممكن تجيبي توفي وممكن تجيبي بقى اي نوع بونبوني انتوا عايزين. هنا بقى عندنا الحاجات دي معرفش اسمها ايه، بس عندنا منها برضو اشكال تانية زي كده تمام، كبير مش صغير. عندنا هنا طبعا ما ننساش الشمع، احنا جايبين منه برضو كميه وهفتحها معاكم دلوقتي نحطها هنا. هنا بقى جبنا الاكياس بتاعه السبوع، في اشكال طبعا كتير، في الشكل ده احنا جايبين من الشكل ده وجايبين الشكل ده. جيبي بقى الكميه اللي انت عايزاها، 100 200 300 500 على حسب الافراد بتاعتكم. ما ننساش طبعا بيجي معاهم الاكياس، ما ننساش طبعا ان السبوع هيتحط في اكياس، فالاكياس دي مهمه جدا. طبعا خلصنا ده كان اصعب حاجه اللي هو البوب كورن او الفشار. اول حاجه هنجيب الكيس، بدأنا بقى ايه نحط كل الاولاد طبعا مجنننا. هنبدأ بقى نحط الحمص كبشه من الحاجات دي، وهنحط شمعية، وهنحط طبعا واحدة خروف، هعمل لك صوت. هنحط برضو واحدة بونبوني، وهنحط بيني يا ماما اللي بتحطيه ده ايه. هنحط 2، لا هي المفروض واحدة ولا 3؟ يتحط 3 اللي هو ايه شوفوا بقى. وعندنا فيه كمان فرح. بصوا في زغاريد برضو. يلا هنعمل بقى ايه كبشة بقى كبيرة نملى من وكده. هنبدأ بقى نقفل الايه، نزلي بصوا كده بقى قفلنا الايه، قفلنا الارنوب ده. انا مش عارفه اصور بصراحه من زن الاطفال. حطينا بقى ملينا ايه الفشار، اللي شويه فشار كمان. هنعمل بقى طبعا كل الاكياس كده وبعدين نيجي لميعاد الزينه. خليكم معايا. هنا بقى خلصنا ايه السبوع زي ما انتم شايفين ما شاء الله. طبعا ايه هي بنوته اسمها اماليا، ربنا يحميها يا رب ويحفظها. عايزه اقول لكم بقى ايه يعني السبوع سكر خالص. طبعا اللي لونه بلو ده علشان اخو البيبي شبط يعني وقعد يعيط، فهم ايه بابا عمل له ارضاء ليه يعني عشان ما يزعلش، عمل له ايه هعمل له الالعاب دي. هنا بقى ده الهون
بتاع العروسة الصغننة. وده الغربال، شكله قمر قوي. شايفين تفاصيله حلوة ازاي؟ تفاصيله جميلة جدا جدا جدا. انا لسه هصور لكم السبوع ان شاء الله باذن الله. وطبعا هنا دول ال7 حبات الزينة بتاعتنا. زينا الباب. عايزه اقول لكم انتوا ممكن تعملوا كل حاجه بابسط الامكانيات وتعملوها من غير ما حد يجي يعملها لكم. نفتح باب اهو، شايفين شكلها يجنن. البيبي اسمها منور اهو، ربنا يحفظها يا رب. هنا بقى الاكياس دي احنا حاطين فيها بونبوني، وحاطين فيها سوداني، وحاطين فيها اللي هو الحمص. بس احنا لسه بنكمل باقي الفشار، فدول لسه الكميه دي معانا. ولسه كمان معانا باكيتات ما عملناهاش. ودي برضو ستاره من ضمن الستاير اللي علقناها. شو شكلها برضو تحفه. حاجات كتير قوي انا لسه ما علقتهاش، بس بابسط الامكانيات. وانتي ممكن كمان تستخدمي الزينه وتعمليها. يعني انا اللي عملت الزينه كلها لوحدي، بس حاجه كده بتبقي مبسوطه وانتي بتعمليها لاولادكم يا رب. ان شاء الله بكره باذن الله هصور لكم السبوع كده، نكون صورنا يعني صورت لكم كده معظم الحاجات. طبعا احنا النهارده التبييته اللي عملناها هنحاول نعمل مع بعض العقود ان شاء الله. على سلام مؤقتا. باي باي.